هذا دو سانتوس افيرو جونيور ابن كريستيانو رونالدو، وبهذا الفيديو انا وصلت له وحكيته مشان يوصلني ابوه. فبعد ما اجيت من دبي على السعوديه بالفيديو الماضي مع رسمتي مشان اوصلها لرونالدو، رحت مباشره على نادي النصر والتقيت بالصدفه بابو داهش مدير اعلام النادي، وهذا الشخص كمان عنده القدره يوصلني رونالدو، بس للاسف اتهرب. فقررت ادخل النادي من الجهه الثانيه لاوصل له. ولا ما تعرف ونقتحمه من اسمع الحارس الحين في الغرفه من ذيك البوابه، وحنا نخش من ورا الغرفه. خش الملعب. اسمي فهد. طبعا فهد اعطاني طريقه لادخل الملعب بشكل غير قانوني، بس كونه اول يوم ما راح اسويها. فسالت السكيورتي وخبرني نفس الحكي، رونالدو مو هو. مثل ما قلت لكم هي السياره فيها كان جونيور، بس انا ما كنت منتبه ابدا. راح تشوفوا بس نلحق ملعب. حتى لو دخلت له ما حاستفيد شيء. شفتوا الملعب؟ حاولت انا، بس الموضوع يا جماعه سهل يا جماعه. هلا لفت لي حوالين النادي بك لاقي لي اي راس خيط. في راس خيط مسكر يا جماعه، كله مسكر، بس عشان تشوفوا نقطه انه كله مسكر. فما في قدامي حل غير مدخل النادي. طفى النادي. بدي انتظر بلكي حدا يطلع من النادي حاول يعطيني اي راس خيط. يلا يطلع حدا. وجلست انتظر بالسياره لا يطلع ابو داهش او اي حدا، لحد ما يا جماعه نادي النصر سكر، ما عاد فيه اي شيء. بس كل هذا كان عم يقربني لجونيور بدون ما اعرف. ناكل هون. صراحة أول مرة بجرب آكل على الطريقة السعودية، بس خلينا نشوف. طعم اليتيم حسن. وهيك يومنا بعد كل هالتعب بيكون انتهى بهدف جديد، إني لاقي أبو داهش الشخص اللي بيقدر يوصلنا لرونالدو. فصحيت ثاني يوم صحصحت، وأول شيء كان لازم إني أتحمم. طبعا يا جماعة الفهيم مجد نسيان يشغل المايك، وثلاث ارباع التصوير صاير بدون تسجيل. صباح الخير يا جماعة. طبعا اليوم رح نحكي عن فوائد النعناع. النعناع غني عن التعريف. اليوم بشتغل وشوف حاط لابتوب، قال لك يعني حركات وبزنس وومن. طبعا في شخص حيجي، احذروا مين هذا الشخص، احذروا. حذرتوا؟ لا غلط، مش رونالدو، حسامو. هذا يحكي لنا عن فوائد النعناع. طبعا حسام رايح على ايفنت اليوم، في شخص واصل لرونالدو، فحاليا رح يساعدني اتواصل مع هذا الشخص. يا الله اهلين حبيبي. لك ما قلت لي في عندكم حمام؟ توني جايك من الجيم والله. شوف الله في اي مطعم مسجل. المهم ما قلت لي في عندكم حمام؟ لك ايش بدك من الحمام يا زلمه؟ تعال اورجيك شغله. يا اخوان ضحكت على حسام واخذته على مطعم بدل ما اخذه على حمام. ايه كول اطعام اليتيم حسنه بالنهايه. ايش بدنا نعمل؟ بدنا نكسب حسنات منك. انتهت رحلتنا لليوم ورايحين نودي حسام على بيته. المهم رايحين نودي. خبر سيء يا حسام، انه السياره خلص بنزينها وبطلت تودينا، فانزل كمل ماشي. ايش رايك؟ تعال حطها في راسي كمان. حسامو احكي لنا عن رحلتك اليوم معي، تقييمك كيف كانت الطلعه؟ صراحه ثاني اسوأ شيء بجربه بحياتي، لاني اول اسوأ شيء بجربه بحياتي هو انه انت عندك حمام. فوصلنا حسام على الايفنت ورحت انا على البيت اخذ قصة راحة لبين ما يخبرني اجي. يا جماعة حندخل هلا على الايفنت، صار الساعة 9:30، تأخرت أنا ساعة. يلا بينا نشوف من ورا. نحن في اي بي. هذا هو الايفنت. صراحة أنا ضايع ما بعرف شيء بالايفنت. هلا يا جماعة من الهدف تبعنا اللي جايين مشانه هلا، فيلا بينا. ما بيجي لعندكم كريستيانو لهون؟ يا هذا السيف يا جماعة، بس مستحيل ان شاء الله، هذا بس بهز. أنا مش عارف شو عم بصير. جلست انتظر حسام ليخلص، لأن الشخص اللي واصل لرونالدو عم يلعب معه بنفس البطولة. هي نحن يا جماعة بالراوند الثاني. الراوند الثالث يا جماعة. هذا حسام. ما في غير ننتظر 31 خلص الايفنت خلص. ميتوا يا جماعة روح. وللأسف الشخص هذا طلع من الايفنت بدون ما انتبه، وراح كل شيء اشتغلته باليوم هذا على الفاضي. بس كل هالتسكيرات كانت عم تقربني لجونيور بدون ما اعرف. مشان ما نوقف حالنا تمام، راح اروح على نادي النصر نظن على الخطه اللي كنت بدي اشتغل عليها، واللي هي انه احاول احكي ارجع مع اللي مستلم مكتب الاعلامي. عندنا 28 مليون فلور نادي النصر يا جماعه، 28 مليون. وانطلقنا هذا اليوم مع حسام عشان نلقط ابو داهش، وحدا من نادي النصر يوصلنا لرونالدو. ووصلنا النادي، سالت الناس هنيك حواليه بس ما بيعرفوا شيء. بعدين اكتشفنا انه المدخل الرئيسي مسكر، بس كنا شايفين جوا، فحاولت شوف بلكي في حدا جواته نادي او لاقي طريقة فوت.
بس الموضوع مش بهالسهولة، ومنطقيا المدخل الرئيسي مسكر وما فيني ادخل، بس رح تشوفوا كيف الاحداث وصلتني لجونيور بالنهاية. فرحنا على مدخل اللاعبين الخلفي لاقي طريقة ادخل. في شباب هون تلعبوا انتوا هون بالنصر؟ سلة تعرف لي كريستيانو وين موجود؟ بدي كريستيانو. يلا دق لي عليه. ايوه سلم لي عليه. سلم وينك؟ كل شوي بس. شو اسم قناتكم؟ مجد. يقول اكتب مجد يطلع كله بدعمك. بس اني ما بيدخلوني، ما خلوني ادخل. جيت ذكري اليوم ما خلوني ادخل. والله ما طريقة ثانية كيف تدخل. ما تعرف. ادي التيشيرت ابو عبد الرحمن، ادي التيشيرت اللي يخش. ما فيني ادخل. انا راح ادخلهم. يلا دخلني خلاص حبيبي. يلا حبيبي والله تشرفت. الله حيه حبيبي الاسطوره. مع بس 5 ثواني من وقتكم، حاليا انا مرشح لجائزة افضل صانع محتوى فن بالوطن العربي. صراحة هي اول مرة بحياتي بترشح لجائزة، ففي عندي طلب صغير لكم، رح اترك لكم لينك التصويت، بس روحوا على اللينك اضغطوا على صورتي صوتوا لي، وما حياخذ منكم 5 ثواني وتكونوا صوتوا لي. هذا الشيء كثير بيعني لي نفوزنا فيها وبس. هندخل يا جماعه هلا. حاول تدخلني على نادي النصر. يلا بينا ندخل. حاليا عبد الرحمن رح يحاول يدخلني النادي عشان لاقي اي حدا يوصلني رونالدو. الصالة هلا عرفهم، بس انه شو اسمه بيصوروا في الصالة بيطلع. طيب عادي ما بمسك الكاميرا، بس فوت معه ولا ما حد؟ ممنوع؟ اوكي حبيبي والله ما قصرت. خلاص حبيبي خلاص. كفو عليك حبيبي. تخيلوا مع انه عبد الرحمن لاعب دولي بكرة السلة ما خلوه يدخلني، بس مجد ما رح ييأس ورح يلاقي حدا يوصله، بوعدكم. حاسس كريستيانو هون كلها قصور حرفيا ومصور. شوف حسها ليفل ماكس. ابشركم بشغله. شو بس احذروا، بكره في حفل توقيع التيشيرت الجديد للنصر، وعبود جاب لي دعوه للايفنت. واو يا عبود. بكره يا جماعه بين الساعه 12 للوحده، فانا متحمس كثير صراحه. ممكن بكره يكون في شخصيات من النصر يعني واصله بالنصر، مسؤوله عن النصر او شيء، نقدر نتواصل معه. ممكن يكون كريستيانو، مش بعيد يكون هنيك كريستيانو. هسه رايحين على نادي النصر، بدنا نلحق على نادي النصر. بدي لحق قبل ما يسكر، بس اشوف هذا مسؤول عن الاعلام. فاتح منور. صاير شو صار معك بالسلسله بدك تسوي؟ مو كان انت بتدور على كريستيانو؟ شو؟ السلسله هي عباره عن تحدي، يعني انا مصمم درام لازم اسافر واوصل واقابل كريستيانو، فالموضوع كثير صعب. صارت لي ظروف. اوكي ان شاء الله. يلا غدا يا زلمه. والله سلسله نار كنت حتسويها والله. فتحمسوا لي يا جماعه، رقبوها سلسله نار عند استقرار. شو تبي الحين يعني؟ شو تبي؟ كيف حال طيب؟ والله كنت حابب تكون معي يا برو. يلا بعرف عندك ظروف انت وهيك، يلا مو مشكله. كنت حابب تكون معي حبيبي. والله كنا ولعنا والله. فوت معي بس انت حاول لا تبين. يعطيك العافيه يا حبيبي. اسالك في شخص بيستلم مكتب الاعلام، عطش ما اكيد قبل فتره. ايوه فوت على المتحف. اي ابو داعي صار. هذا هو مستلم مكتب الاعلام؟ ايه هو يعني هو مسؤول عن النشر وكذا وهي الاشياء. مو موجود هو. مو موجود. ما جاء. طب عنده انستغرام او شيء؟ انستغرام، عنده حساب على انستغرام هو. والله ما اعرف حسابات التواصل، ما اعرف ابدا. طيب رقم اي شيء حتى رقم والله اقول لك انا عارفه اسم وعارفه بس. طيب مين تعرف اشخاص ممكن يطلع بايدهم يوصلوني؟ يعني انت كخبرتك. تعال بكره نكلم لك نشوف احد من الاعلام. في ناس بيجوا لهم بيسالوا. يوم جوني ناس من اوزبكستان مسوين سجاده ورسمه عليه. بس صحيح انه كمان لهذا اليوم ما استفدت شيء، بس تعرفت على ماجد اللي هو سكيورتي بنادي النصر، اكيد رح يساعدني بالايام الجايه. بكره بيجي على النادي، وبكره في حفل توقيع التيشيرت تبع النصر. جماعة مثل ما انتم شايفين هاي وصلنا على الايفنت. ما بعرف صراحة انا شو الموضوع، بس عم يثبتوا الثلج. هالتيشيرت الجديد جوا، فاهمين علي كيف؟ التيشيرت الجديد للنصر جوا، بس هون المسؤول عن النصر مين؟ النصر وللاسف ما حدا من الناس بيعرف حدا من نادي النصر. ايفنت ما بعرف، مش مفهوم راسه من اساسه. اخذ التيشيرت يا جماعة من هون تبع النصر. حلو. الشمس بتحرق يا جماعة، الشمس. هون في هدايا جوا، هي في هدايا. هذا طلع تيشيرت رونالدو. سي الله يا حبيبي. يا جماعة هلا حكيت مع المسؤولة عن الايفنت، خبرتني انه ما في حدا من النصر حاليا، ما في حدا. شوفوا هي انا سألت، فحاليا يا جماعة ما في اي دليل ممكن يوصلني يا كريستيانو. ما هون ما في اي شيء، ما استفدنا شيء، جينا عن فاضي. حننطلق هلا يا جماعة على نادي النصر، نرجع. يا رب يكون اليوم موجود الشخص تبع المكتب الاعلامي، وان شاء الله ما يكون مسكر النادي يا رب. يا جماعة حاشتري تيكيتات في مباراة للنصر 29 شهر ضد التعاون. لازم اشتري التيكيتات هلا 29 شهر بعد 9 ايام، اليوم 20 الشهر. يا رب ما يكون لا مسكر. يا جماعة للأسف مسكر كمان اليوم النادي. تعالوا هنيك في شاب، تعالوا نروح اسألها في
اسمه ابو بيلبس شماغ. مدير مركز الاعلام. ايوه مدير مركز. والله شوف لحد الحين هم ما هم موضحين وجودهم، فهمت اللي لان الفريق مسافر ولا ندري فهمت اوقات اللي يجون. امتى هو الدوام؟ مو الساعه 9 ولا؟ هم يبدا دوام الموظفين من 9 الى 5 العصر. اوكي انا عم بمشي كل يوم بعد الساعه 5 وقت ما ودك تجي الله يحييك. فقررت ارجع البيت، بس قبل ما اطلع بالسياره بيطلع في شله شباب متابعيني بيتصوروا معي وبيطلع عندهم راس خيط قوي. جونيور يطلع من ورا كذا على 4 5 بعد المغرب تقريبا يبدا التمرين العصر. اذا وقفت يمديك توري حسابك يمكن ممكن انا بعرف هو صعب علق ابوه بالصين. ايوه هنا عادي. بس انا اجيت من ذيك اليوم ما قدرت. لا ما تقدر، ما عندك من مدخل لعيبه مو الباب الملعب الثاني حق الناشئين. دخلوا ملعب. اي في مشهور قد جاء هنا اول وتكلم مع جونيور وجونيور خلاه يتصور معاه، دخل عند اللاعبين كلها والله. اي والله خلاص يلا. مين المشهور؟ ما اعرف والله انا اجنبي واحد اجنبي. لا بعد عاش حبيبي والله ما اتصلتوا يا شباب. يعطيك العافيه راسي والله حبيبي. هلا والله. تلقى كريستيانو خليه يقول اسمه. خلص شو الاسم؟ محمد فايز الخمر. محمد. وهيك انا بيكون صار عندي راس خيط جديد بجانب ابو داعش، جونيور ابن كريستيانو رونالدو. اول يوم حرفيا بطلع الصبح. يلا ان شاء الله حنلحق اليوم جونيور. ليتس جو. طريق كثير زحمه هون بالرياض، ما بعرف ليش. نادي النصر يا جماعه. يلا بينا يا جماعه. وين؟ بيصلوا انت ما خلصوا؟ طلعوا في سكيورتي. المركز الاعلامي مسافر. كله مسافر. يا جماعه المركز الاعلامي كله مسافر، حنتظر لمباراه 29 الشهر اللي اشترينا التيكت تبعها. حشوف جونيور، خبروني هون بيلعب، حاستنى جونيور لا يطلع. بدي الاقي اي دليل حاول اوصل لجونيور اليوم. بعض الاحيان يعني بيجي بعض ايام يعني محدد. اي ساعه انت بتقول جونيور بيكون موجود؟ اي ساعه بيطلع ما تعرفون؟ هو يجي عصريه يعني مثل هذا الوقت يعني يقدر يجي هو. اوكي جماعه هون بوابه شايفينها، نحاول نوقف هون ننتظر. يكون جونيور هاي سيارته 29 رقم. شوف هون يا جماعه نستنى يطلع او يجي جونيور من هون. حبيب اسألك دخلك جونيور بيتمرن هون شيء؟ هناك بيطلع من هناك؟ بيطلع من هناك. طيب تعرف لي امتى اوقات تدريبه بتسمع فيها شيء ولا؟ لا والله ما انا عرفت هذا شيء. اوكي خلينا نروح لهنيك يا جماعه. طلعت الزاويه خطا. بروح على الزاويه الثانيه وسكيورتي الناشئين بخبرني هو جونيور دخل. جونيور دخل. تمام. اوكي حبيبي شكرا على راسي. جماعه جونيور جوا حننتظره. خبروا عن الرسمي. فليتس جو. اعطينا تحيه. ما بعرف صراحه شو حيصير بس حانتظره هون لجونيور. يا جماعه يطلع من هالباب وهي الرسمه. حانتظر بس لحد ما بشوف شاب لابس تيشيرت النصر داخل عنا. حبيبي شو الاخبار؟ اسالك خبروني انه جونيور حاليا جوا عم يتمرن، فبتقدر تعرف لي امتى بيطلع تقريبا او اي شيء؟ والله بيطول ترى. بالليل يعني؟ ايه تقريبا. عادي بنتظره انا لاي ساعه تقريبا يعني. والله اني ما ادري، هو اخوي معه اصلا بس ما ادري. والله شوف لي اخوك اذا تقدر حبيبي والله مشكور على راسي حبيبي. لان في هي بدي احاول اوصلها لرونالدو. هي رسمتي. اخوه عم بيلعب مع جونيور. بعديها بلشت انتظر للشاب يرد لي خبر امتى رح يطلع جونيور. على المغرب؟ اوكي حبيبي شكرا. جماعه حننتظر هون. وبدا انتظار المغرب. تحسه اصلا لما يطلع من ما تحس انه يعني مميز الا لما يجوا لعنده. اذا كان اول تخيل يجي من هنا من جنبي يجي يشتري من عندي ما احس انه اصلا انه مشهور ولا هو. بعدين حتى عرفت انه هو ابن نواف ناجي، هو كابتن الفريق تبع جونيور. تمام خبروني هون انه هلا هو جوا. راح تصور لي البنت. الله حلو والله ضبطتنا يا جماعه. هذا فيديو. شو اجا؟ جهاز قناتي شوف ارجع لي بعد. ان ما طلع يا جماعه جونيور حنشوف ابو ناجي واللي هو صاحب جونيور المقرب. ما فكرت انا ادخل كريستيانو هيك دايركت على الملعب يعني عم نحكي بالموضوع فكمل. اصدمني 100,000 ريال. تخيلين يا جماعه 100,000 بس لأدخل. يا ربي. هو بيطلع بعد شوي. عرفنا يا جماعه عم ياخذ هلا والله شاب ما في منه يا جماعه. اخوه كابتن بالفريق النصر اللي بيلعب فيه جونيور. يزن والله يزن يا جماعه كمان لاعب بنادي النصر. عم ننتظر. خلينا ننطر شو بدنا نسوي. هو الموضوع صعب. نقزني. وبالوقت اللي كنت عم انتظر فيه تعرفت على بعض الشباب اللي بيلعبوا مع جونيور بنفس يا جماعه اجت سياره صدق. طلع. جماعه هذا جونيور اجا. هاي جونيور. هاي هاو ار يو؟
I'm Majd Azakut.